صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأجمل، لأن الأمل في ربنا، وربنا دايما موجود، وربنا عادل وفوق الكل. طبعا القصة التي لا تنتهي، قصة الاستعمار وقصة الاحتلال على مر التاريخ. ليه دايما الدول العظمى بتحب تحتل دول تانية؟ دايما على مر التاريخ، وهتلاقي دايما قصص كفاح ونضال وكفاح ونضال، ومصر والجزائر و والله اللي يقرأ التاريخ هيلاقي هو سبب واحد. ايه هو عدم الرضا باللي عندك، وانك مستكتر النعمة على غيرك. بس كده. اول خطيئة احنا نعرفها في التاريخ اللي ارتكبها ابليس لما ربنا امره بالسجود لسيدنا ادم. ليه ما سجدش؟ عشان الكبر ده سببه ايه؟ انه مستكتر على سيدنا ادم النعمة اللي هو فيها، وان هو مش راضي بقدره ان ربنا خلق سيدنا ادم في مرتبة اعلى منه. بس كده. وقيس على كده كل حاجة، قيس على كده كل حاجة. الطمع والجشع هو سبب كل الكوارث والحروب والبلاوي اللي في الحياة، سواء على مستوى الافراد او على مستوى الدول. فرد او دولة مش عاجبه اللي عنده، مش راضي برزق ربنا اللي اداهوله، مستكتر الرزق اللي ربنا مديه لحد تاني وشايف ان هو احق بيه. دولة مثلا تروح تحتل دولة تانية عشان موقعها الجغرافي، دولة تروح تحتل دولة تانية عشان ثرواتها الطبيعية، دولة تروح تحتل دولة تانية علشان عندها مواني، عندها سواحل. يا جماعة ربنا خلقنا عشان نتعاون ونتكامل ونكمل بعض، وكل واحد يرضى باللي عنده. والله نعمة الرضا هي أهم نعمة ربنا بيديها لأي حد. لو عندك نعمة الرضا هترضى برزقك وهتحب غيرك. واللي احنا شايفينه عند جيراننا في غزة وفلسطين نفس القصة. ضيف زي السرطان جه احتل بلدك وخد بلدك، ومستكتر عليك انك تعيش، ومستكتر عليك الزخنوق اللي هو زنقك فيه، وعايز ياخد التورته كلها. يعني مش كفايه ان انت حرامي، لا كمان مستكتر على الغلبان. عندنا مثل مصري يقول لك الكحكه في ايد اليتيم عجبه. هو سبب كوارث وحروب الدنيا والطمع بين البشر والمصايب كلها ان المؤذي شايف الكحكه في ايد اليتيم عجبه. والله لو كل واحد رضي برزقه هيحب غيره وهيحب نفسه، ومش هيبقى فيه حروب. واي نعم ده هيبقى خراب بيوت للناس اللي بتتاجر بالحروب. في ناس مكسبها في الحروب وتجارة السلاح وانها توقع بين البشر، زي ما في بشر مكسبهم ان هم يوقعوا بين البشر. ربنا يهدينا جميعا، كل واحد يرضى برزقه، كل دولة ترضى باللي عندها. انا عارف ان كلامي ده مش هيوصل لكل الناس، بس على الاقل اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. يمكن ربنا يهدي حد بالكلمتين دول، لو حد شيرها ولا عمل لها لايك ولا عجبته حتى. ربنا يرضى عننا ويرضينا جميعا. وعشان كده هختم كلامي بالآية اللي ما معناها ان اول نعمة ربنا هيعملها للناس في الجنة: ونزعنا ما معناه نزعنا ما في صدورهم من غل. مفيش غل ومفيش حد هيكره الخير لغيره، كل واحد هيرضى باللي هو فيه. صباح السعادة.